وبيبدأ فيلمنا مع جيلي اللي بتكون شغالة أمن في منشأة وبتسرق أدوية منتهية الصلاحية وبتوصلها لجريج وبيديها فلوس وبيروح يبيعها لناس شغالين في ورشة سيارات. وبعدها بتطلع على جدة أولادها دوريس علشان تاخد بنتها ماتيلدا وابنها نوا، لأنها بتكون المسؤولة عن حضانتها، لحد ما أولادها بيجولها وبيركبوا العربية علشان يقضوا اليوم معاها. وفي طريقها وهي سائق العربية فجأة بتنفصل الطاقة عن عربيتها والعربيات اللي موجودة في الشارع، وبتفقد السيطرة عليها لحد ما بتقدر توقفها وبتخبط فيها عربية وبتقلبهم في البحيرة وبيقدروا يخرجوا من العربية بعد ما غرقت. وبتخرج جيل ونوا ويدوروا على ماتيلدا، وبيكون في شرطي بيحاول انه ينقذ ماتيلدا من الموت، وبتفوق وبيقول لهم انها كانت فاقدة الوعي، وبيقول لهم ان الطاقة فصلت عن كل حاجة حواليهم، حتى اللاسلكي بتاعه فصل ومش هيعرف يتصل بالإسعاف كمان. وبيروح الأقرب مستشفى علشان جيل عندها جرح في دماغها وبيلاقوها مليانة جرحى بسبب الحوادث اللي حصلت مرة واحدة، وبيلاقوا كل أجهزة المستشفى مفصولة والموبايلات كمان. وبتحاول جيل إنها تعالج نفسها لأن مفيش ممرضة فاضية ليها. وفجأة بتسمع صوت واحدة بتصرخ من العناية المركزة لأن ابنها كان في غيبوبة طويلة وصحي. وبيرجعوا على بيت جدتهم وبيقولوا لها إن العربية غرقت، وبيقعدوا معاها على ضوء الشموع علشان مفيش كهرباء. وبتدخل جيل علشان تنام لحد ميعاد الشغل بتاعها، بس مش بيجي لها نوم، وبتطلع تقعد في الصاله وبتشوف صوره جوزها المتوفي، وبتلاقي ان دوريس هي كمان مش جاي لها نوم. وبتسالها دوريس لو كان معاها حاجه تاخدها علشان تقدر تنام، فبتقول لها انها بطلت تاخد الحاجات دي من زمان، وانها هتروح الشغل وتعدي على صيدليه وتجيب لها حاجه تنيمها. وبتطمن على ماتيلدا وبتلاقيها نايمه، لكن نوا بتلاقيه صاحي وبتروح شغلها بالعجله. وبتلاقي الشباب صاحيين وعاملين حفله في الشارع، وجريج بيطلب منها ادويه وهيدفع لها ضعف اللي بيدفعه، وبتوافق انها تجيبها له. وبيجي الجيش على المكان اللي شغاله فيه جيل بعربياتهم اللي شغاله، وبيشوفوها وهي معاها كيس ادويه، وبتقول لهم انها ممرضه عسكريه. وبتدخل الدكتوره النفسيه ميرفي على جيل وبتقول لهم انها تعرفها كويس، وبتقول لها ميرفي انهم في مشكله وان العالم اتقطع عنه الطاقه تماما. وبيكون معاهم الدكتور براين وبيجيب لها مجموعه تقارير مطبوعه، والجيش بيكون طالب الدكتوره ميرفي علشان تروح معاهم في المركز اللي فتحوه، وبتقول لجيل انها تساعدها. وبتكون جيل عايزه تعرف ايه اللي بيحصل، والجيش بيقول لها انهم لازم يتحركوا، وبترفض جيل انها تساعدها. وميرفي بتقول لبرايم على عنوان المركز وانه يروح يجيب اولادها ويوديهم على المركز، وبتمشي. وبرايم بيقول لجيل انها ما تعرفش خطوره اللي هم فيه، فبتقول له ان ميرفي دكتوره نفسيه ازاي هترجع الطاقه. فبيقول لها ان اللي بيحصل ملوش علاقه بالطاقه وانه متعلق بالناس لانهم فقدوا القدره على النوم. وبعد 48 ساعه بدون نوم بيبدا الشخص انه ما يفكرش صح، وبعد 96 ساعه بتحصل له هلاوس وفشل في الحركه، وبيموت الشخص بسبب قله النوم. وبتقول له جيل انها شافت بنتها نايمه بشكل طبيعي جدا، وبيقول لها ان ما بقاش في حاجه اسمها فقدان الوعي وان الانسان يا عايش يا ميت. فبتتخض جيل وبتطلع تجري بالعجله علشان تطمن على ماتيلدا، ولما بتروح تطمن عليها ما بتلاقيهاش في سريرها، وبتسال نوع عنها وبيقول لها انها راحت مع جدته الكنيسه. والقس بيقول لماتيلدا ان الناس دلوقتي محتاجين معجزه، وانها هتبقى الالهام الوحيد لناس كتير، ان في امل انهم يرجعوا يناموا من جديد. وبتكون جيل بتحضر شنطه بتحط فيها اكل، وبتقول لنوا انهم لازم يهربوا ويدوروا على اي عربيه شغاله زي عربيات الجيش وياخدوا ماتيلدا من الكنيسه ويهربوا لاي مكان امن. وبيجي براين عندها البيت وبيقولها ان لازم بنتها تروح لميرفي علشان يدرسوا حالتها في المحطه بتاعه الجيش ويعرفوا سبب نومها وانه يعرف طريق المركز. وجيل بتكون رافضه تماما وبتقول له انها مش هتودي بنتها لحد. وبيخرجوا في الشارع وبيلاقوا هجوم على صيدليه وبيكسروها على امل انهم ياخدوا منوم ويناموا. وفي طريقهم بنشوف الشرطي اللي انقذ ماتيلدا مقتول في الشارع. وبيوصلوا للكنيسه وبيلاقوا ان ماتيلدا وجدتها متحاصرين من الناس، وبيقولوا للقس انهم يضحوا بماتيلدا يمكن الرب يرضى عنهم ويرجعوا يناموا تاني، وان صلواتهم مش جايبه نتيجه. وبراين بيقول لهم ان ماتيلدا مميزه لكن مش هتعرف تساعد حد، وكلنا هنموت لو ما حلناش الموضوع، وانهم يجمعوا علماء ودكاتره علشان يحلوا الازمه فورا. وعايز ياخد ماتيلدا وبيرفض القس انه يديها له، وبيقولوا انها مش هتبقى فار تجارب، وبيضربوا براين وبيهددهم انه هيجيب الجيش وياخدها بالعافيه. وبيكون في شرطي موجود في الكنيسه وبيطلع مسدس وبيقتل براين علشان يمنع ماتيلدا انها تخرج، وبيحصل ذعر للموجودين. وبتهرب الجده وماتيلدا من الباب الخلفي للكنيسه، لكن بيقدر الشرطي انه يمسك الجده وبيسالها عن مكان ماتيلدا والا هيقتلها. وبتشاور الجده بعينها لجيل ان بنتها في الدور الثاني، وبتوصل جيل لبنتها وبيهربوا من الكنيسه ومعاهم نوا واللي بيكون اخد من جيب براين عنوان المركز، وبيسمعوا صوت ضرب نار في الكنيسه وبيجروا. وبتكون ماتيلدا مش قادره تجري وجيل بتشيلها على ظهرها، وبيقول نوا لجيل انهم لازم يودوا ماتيلدا للمحطه بتاعه الجيش يمكن يلاقوا علاج، وانهم لو هربوا بيها بعيد ممكن يموتوا بعد ايام، وهتفضل ماتيلدا لوحدها من غير حمايه. علشان كده اخد عنوان المكان من جيب براين بعد ما مات. وبتوافق جيل على كلام ابنها، وبتدخل جيل ورشة إصلاح العربيات اللي قابلت جريج عندها، وبتشوف 2 شغالين فيها وبتستخبى منهم، وبتشوف جريج مرمي على الأرض مقتول. وبتسمعهم وهم بيتكلموا إن العربيات القديمة واللي ما كانش فيها بطارية لحظة ما الطاقة فصلت عن العالم هي بس اللي شغالة،
وبيقدروا انهم يشغلوا عربيتين، وبيقول لزميله انه يجيب مفتاح العربيه التانيه، وبتسرق جيل مفتاح العربيه، والراجل بيدور عليه مش بيلاقيه، وبتستخبى لحد ما بيتحركوا بالعربيه بتاعتهم، وبتاخد هي العربيه التانيه وبتروح لاولادها، وبيتحركوا في طريقهم لحد ما الليل بيجي، وبتكون ماتيلدا نايمه في العربيه، وبتلاقي جيل ان اصحاب الورشه عاملين حادثه في الطريق وفي الارض رصاص كتير جدا، وبتنزل تلاقيهم ميتين، وبتاخد المسدس اللي معاهم وبتكمل طريقها، وبيدخلوا مكتبه علشان يدوروا على خريطه يمشوا عليها، وبتاخد بنتها معاها وبتقول لها ان من هنا ورايح لازم تتعلم وتحاول تقرا في اي مكتبه وتعتمد على نفسها كويس في حاله انهم ماتوا او سابوها، وبتعيط، وبتعلمها بعدها ازاي تضرب نار علشان لو احتاجت انها تقتل حيوان علشان تاكل وتعيش، لان المسدس مش معمول لقتل البشر بس. لكن ماتيلدا بترفض انها تتعلم بسبب خوفها، وبتجري على العربيه، وبيطلع نوا وبيقول لجيل انها كانت هتموته لما ضربت نار، وبيقدر نوا انه يجيب الخريطه اللي هيشوفوا عليها مكان محطه الجيش، وبيلاقوا ان المكان على بعد 240 كيلو متر. وبتكون ماتيلدا نايمه في العربيه وهي مفتوحه، وبتبص جيل من شباك المكتبه بتلاقي ان في سجن قريب وكل المساجين اللي فيه هربوا، وبتاخد المسدس وبتنزل تجري على بنتها اللي نايمه في العربيه، لكن بيكون في مسجون سرق عربيتها وما بيعرفش ان فيها بنت نايمه، وبيجروا جيل ونوا ورا العربيه لحد ما بيكونوا في نص الشارع متحصرين بكل المساجين. وواحد منهم بيقول لها اديني اللي معاكي وهسيبك تمشي، وبتخوفه وبتضرب رصاصه في الارض، لكن من سوء حظها انها بتكون اخر رصاصه في المسدس. وقبل ما بيبداوا جري بتلاقي المسجون اللي سرق عربيتها رجع لها وبيقول لها اركبي، وده لان ماتيلدا قالت له ان مامتها كانت معاها. وبتعرف جيل ان المسجون اسمه دوج، وكان مسجون لحد ما الحراسه فتحوا عليهم السجن وسابوهم يهربوا، وبعدها لقى العربيه بتاعتها وسرقها. واثناء طريقهم بيلاقوا ان في طياره واقعه في نص الطريق، وبيفرمل مره واحده وبيقع من جيل المسدس وبياخده دوج وبيهددها بيه، وبتقول له جيل ان مفيش رصاص، فبياخد دوج مفاتيح العربيه وبيقول لهم ينزلوا يدوروا على بنزين، وبياخدوا بنزين من جرار واقف جنب الطياره هي وماتيلدا، وبيلاقي دوج لبس في الطياره فبيلبسه وبيغير هدوم السجن، وبيقول لهم انه ملوش مكان يروحوا وانه هيفضل معاهم يمكن يساعدهم يوصلوا لمكانهم. وبتحاول جيل انها تعلم ماتيلدا انها تسوق لحد ما بتوصل لطريق مسدود وحواليهم ناس متعلقه من رجليها، وبيهجم عليها ناس فجاه وبيكسروا العربيه وبيحاولوا يموتوهم، وبتبدل جيل مكانها مع دوج بسرعه وبتقدر انها تهرب منهم لحد ما بتشوف انوار قدامها، وبتقول ان دي محطه الجيش وان ما ينفعش يفضلوا على الطريق الرئيسي وانهم هيكملوا طريقهم مشي. وبتقول له دوج انه ساعدهم بما فيه الكفايه وانه ممكن ياخد العربيه ويكمل طريقه لوحده، وبيسيبهم دوج. وبتقول جيل لاولادها انها لازم تدخل المحطه علشان تتاكد انها امان، خصوصا بالنسبه لماتيلدا، وبعدها هترجع لهم. وبتدخل المحطه عن طريق الغابه وبتلاقي ميه وبتغسل وشها علشان تفوق، وبتسمع 2 من الجيش بيقولوا كلمه المرور لبعض علشان يدخلوا المحطه لانهم بداوا ينسوا من قله النوم، وبتكتبها وراهم على باب المرور، وبتلبس بالطو ابيض كان قدامها كانها دكتوره، وبتقدر انها توصل لاوضه الست اللي بتقدر تنام، وبتعمل نفسها انها بتاخد عين الدم منها، وبتقول لها انها هتهربها مقابل انها تربي بنتها اللي عندها 10 سنين. وبتشوفها الدكتوره ميرفي وبتقول لها بتعملي ايه هنا، وبتقول لها جيل انها جايه تساعدها زي ما عرضت عليها من 6 ايام. وبتعرف جيل منها انه لسه مفيش علاج لقله النوم لحد دلوقتي وان محدش هينجو من الموت. وبتطلع جيل وهي محبطه من المحطه، وبتشوف دوج ومعاها اولادها داخلين على المحطه بالعربيه وبيقبضوا عليهم، وبتقول لهم ماتيلدا انها بتقدر تنام، وبتشوف انهم بيعملوا تجارب على قرد في سبيل انهم يلاقوا حل لقله النوم، وده لان الحيوانات قدرت تنام بعد اللي حصل ما عدا القرود. وبتتعرف عليها دكتوره ميرفي وبيجربوا غاز التخدير على ماتيلدا وبتنام فعلا قدامهم. وبتروح ميرفي تسال جيل وبتحاول انها تعرف من جيل ازاي بنتها بتعرف تنام، وجيل ما بتجاوبش بحاجه. وميرفي بتكمل ابحاث على ماتيلدا والست اللي معاها، لكن بيلاقوا الست تنفسها وقف وماتت وما بيكونش قدامهم غير ماتيلدا. وبيبدا كل الموجودين في تخيل هلاوس حواليهم زي جيل اللي بتتخيل ان نوا بيحاول يقتلها، وان جند من الجنود بيتخيل ان قنبله قدامه وبيضرب النار بشكل عشوائي، وبيفقد كل الجنود السيطره على نفسهم وبيبداوا يقتلوا بعض. وبتدخل مجنده على جيل وبتضرب عليها نار وبتقتل نفسها، لكن الرصاصه ما بتجيش فيها، وبتقدر جيل انها تهرب وبتروح على ماتيلدا. وبتكون ميرفي مع ماتيلدا وبتحاول تعرف سبب نومها، وبتخلي المساعد يديها حقنه فيها ماده تخليها تفوق اكتر، لكنه بيديها الحقنه وفيها هواء وده اللي بيقتلها. وبتقدر جيل انها تاخد ماتيلدا وبيدوروا على نوا وبيلاقوه ماسك سلك كهرباء وبيقطعه بالسكينه وبيتكهرب وبيقطع النفس، وبتجري على جهاز الصاعق الكهربائي وبتجيبه لمامتها علشان يفوقوه، لكن جيل بتستخدمه غلط لانها بتكون لامسه نوا، وهي وماتيلدا بيتكهربوا هما الاثنين وبيقعوا على الارض. وبيطلع النهار وبيكون كل اللي في المحطه مقتولين، وبتكون جيل نايمه على نوا وهو بيتنفس وبيفوق نوا وبيقول لهم انه كان بيحلم، لكن جيل بتكون وصلت لاقصى مرحله من قله النوم. وبتروح ماتيلدا تجيب سرير ينقلوا عليه مامتها، وبتشوف في الارض شارة شرطي وبتفتكر انها ماتت لما غرقت في الحادثه وان الشرطي انقذها زي ما هم عملوا مع نوا وانقذوه من بعد ما قطع التنفس. وبيفهم نوا ان الحل ان الشخص لازم يموت وبعدها يرجع للحياه تاني،
وبينقلوا مامتهم لأقرب مكان فيه مية وبيغرقوها بإيديهم لحد ما نفسها بيتقطع وبتموت قدامهم، وبيخرجوها وبيحاولوا يطردوا المية من الرئة وبيصحوها من جديد. وفعلا جيل بعدها صحيت، وبيكون ده الحل الوحيد اللي يخلي الإنسان يرجع لطبيعته وينام. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وشرفنا بالاشتراك في القناة، وشكرا للمشاهدة.